ورجعنا ليكم بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا ومع موتوسيكل اسمه فيروز، واللي بيقوده واللي معايا في الاستوديو المهندس علي عبده. طلعت في دماغه كده في يوم كده، قال لك انا عندي موتوسيكل كده مسميه هو فيروز، قال لك انا هلف بيه كل مصر. طب ايه يا عم اللي حصل؟ مش عارفين. ازيك؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد انا شايف لله. معايا خوذه وفي بيعلي ويوطي وفيها بلوتوث وحاجه كده بالصلاه على النبي كده، شغل فخر صح؟ كلمني بقى ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، الفكره بتاعت اراوند ايجيبت الموتور سايكل هي كانت فكره عندي من زمان، كان نفسي اعملها. من زمان انا بسافر بالموتوسيكل، وكان نفسي ان انا اطلع بالموتوسيكل الف في مصر كلها. بس جه كده في مره كنا عاملين دعوه لمجموعه من البايكرز في دول عربيه واجنبيه ان احنا عايزينهم يجوا يزوروا مصر ويعملوا تور فيها او يتفرجوا على المعالم. انت جايب فيروز اصلا صح؟ انا شايفك انا لابس جايب وبتاع الموتوسيكل فعلا صح؟ ايوه. بعد ما عملنا ترتيبات كتيره الناس ديت بدات يعني عندهم نوع من القلق ان هم يزوروا مصر. اوكي. فقررت ان انا الف مصر انا وفيروز لوحدي عشان اثبت لهم ان الصوره اللي عن مصر فيروز كانت تمام وزي الفل الحمد لله. الحمد لله مفيش اي مشاكل حصلت. فقررت ان انا الف مصر بالموتوسيكل لوحدي عشان اثبت لهم ان الصوره عن اللي هم شايفينها عن مصر مش حقيقيه، اثبت لهم ان الدنيا فعلا امان، اثبت لهم ان في اماكن كتيره جدا جميله في مصر محتاجين ان احنا نزورها. كويس. اثبت لهم ان انت مش محتاج موتوسيكل غالي وامكانيات عاليه قوي عشان تقدر ان انت تعمل حاجه زي كده. بس فده كان الهدف بتاع الرحله اللي فاتت. ان شاء الله بكره هبدا المرحله الثانيه من حوالين مصر. هتروح فين بس تاني؟ بس هتروح فين يعني؟ هتروح فين؟ ما تروحش في حته، خليك جنبنا. لسه في حته كتير عايزه تتروح. انت رحت فين اصلا؟ قول لي عن فيروز، رحت بيها فين؟ اوكي، انا اتحركت من اسكندريه، القاهره، الواحات البحريه، الفرافره، الداخله، الخارجه، الاقصر، اسوان، مرسى علم، بعد كده الغردقه. ما فكرتش تلف بالاماكن دي بميكروباص؟ الموتوسيكل تجربته في السفر مختلفه تماما عن اي حاجه تتخيلها. ما بتحسش بالوقت خالص اللي حواليك، بتشوف معالم انت ما كنتش تتخيل ان هي موجوده. حتى لو انت بتسافر بالعربيه، يعني انا من اسكندريه وشغلي في القاهره، بقالي سنين بسافر بالعربيه رايح جاي. اول مره سافرت بالموتوسيكل على طريق اسكندريه القاهره الصحراوي، لحد ما قربت اوصل اسكندريه وانا عندي شك 90% ان مش ده طريق اسكندريه. لان لقيت نفسك فين طيب؟ لا هو الطريق، بس عشان انا مسافر بموتوسيكل التجربه مختلفه تماما. انت الهوا كله جاي في وشك طبعا. انا بلبس فول سيفتي جير، بلبس خوذه وبلبس جاكيت وبلبس جوانتي عشان احمي نفسي من العوامل الجويه، وعشان احمي نفسي لو في حوادث لا قدر الله او لو وقعت. وده اساسي في ركوب الموتوسيكلات، يعني ان احنا بنشجع برضو ان الناس ما تركبش موتوسيكلات من غير سيفتي. ما ينفعش تركب موتوسيكل من غير خوذه، من غير جوانتي، من غير جاكيت. ان هي هوايه محترمه، الموضوع مش ان انا اركب موتوسيكل واجري وخلاص يعني. بغض النظر عن الموضوع القانون في لبس الخوذه او مش لبس الخوذه، انت بتلبسها للسيفتي بتاعك، انت عشان تحمي نفسك يعني. انا لابس، شايف ان انت لابس تي شيرت برضه اراوند ايجيبت او موتور سايكل. ده اسم الفكره اللي انا عاملها، اسمها اراوند ايجيبت الموتور سايكل، وليها بيج على الفيسبوك بنفس الاسم. تمام. في دعم بقى من الناس، بتلاقي مثلا حد مثلا تصحى الصبح يقول لك انا معاك بكره علي، رايحين بقى فين؟ رايحين اسكندريه، رايحين الغردقه، تطلعوا؟ هو الناس كلها بتقول لي لما تيجي طالع قول لي وانا هاجي معاك، بس ما حدش بيجي يعني. يخافوا. بس ان شاء الله المره دي في ناس يعني شبه اكدت ان هي هيطلعوا معايا الجوله بتاعت بكره يعني ان شاء الله. كويس. الجوله بتاعت بكره بقى هتبدا من القاهره، السويس، هنروح وسط وجنوب سيناء، من ضمنهم مرسى علم، سوري، هنروح شرم الشيخ وراس محمد، وهنروح منطقه اسمها صرابيط الخادم، وهنروح دهب ونويبع. وبعد كده هنرجع ناخد مدن القناه كلها، الاسماعيليه وبورسعيد والسويس وعاد، ونرجع اسكندريه. قشطه، يعني ممكن تروحوا تاكلوا سمك كده ولا؟ اسكندريه مليانه سمك يعني. طيب ايه اكتر الصعوبات اللي قابلتك وانت بتلف المدن دي كلها؟ بص، هو كانت الصعوبه يعني اكتر حاجه واجهتني الصعوبه الموتوسيكل، لان الموتوسيكل يعني هو نوعا ما موديله قديم. التجهيزات بتاعته صرفت كتير، ففي حاجات ما كنتش قادر اعملها فيه، مثلا زي الكاوتش اللي انا كنت مسافر بيه الرحله اللي فاتت دي صلاحيته منتهيه من 5 سنين. يا نهار ابيض. فده كان اكتر حاجه مقلقاني من الطريق. غير كده الناس جميله جدا، يعني عايز اقول لك كان من اسعد الايام اللي في الرحله ديت يوم بيته في نقطه اسعاف. نعم. المفروض ان انا كنت طلعت من الخارجه عادي مالناش دعوه، رايح حته اسمها واحد باريس. فقبل واحد باريس بشويه لقيت طريق الاقصر. انت كمان كنت لابس الحاجات دي معاك طبعا، وبالجاكيت. هي دي الحاجات دي بتحمي ايه ولا دي عشان لو وقعت بتحمي ركبك، ولو انت ماشي وطوبه جت هنا ولا حاجه تحميك منها وانت سايق. اوكي. لان حتى وانت راكب عربيه ساعات تلاقي زلط بيخبط فيك وانت ماشي وكده، فانت جسمك كله معرض للشارع. فالحاجات دي بتحمي المنطقه السفليه، والجاكيت بيحمي لحد هنا. اوكي. طب الحاجات دي غاليه طبعا؟ والله دي صيني فمش غاليه يعني، بس الاصلي بتاعها غالي والله، يعني اللي هو بيعيش معاك بقى. المفروض الكواليتي بتاعته احسن والسيفتي بتاعته اعلى بكتير يعني. الناس في مصر الناس جميله جدا يعني. المفروض ان انا كنت يعني بلاند ان انا اوصل واحد اسمها واحد باريس. اوكي.
تمام. فلقيت الطريق بتاع الاقصر، قلت اروح الاقصر بقى. لقيت طريق كده قلت تمشي قلت فيها. اكمل بقى للاقصر. كان الوقت اتاخر بصراحه، يعني على اول الطريق ده كان في كمين بتوع الشرطه، وقفت معاهم وشربت شاي وقعدت ريحت شويه وكده يعني. في الاسعاف؟ لا ده كان كمين شرطه في اول الطريق. تمام. بعد كده قلت انا قالوا لي في غرز او في رمله طالعه على الاسفلت في الكيلو 170 فموقفه الطريق شويه، فقلت خلاص انا هوصل لحد الغرز دوت وفي عربيات واقفه، فمعايا الخيمه بتاعتي والسليمنج باج هخيم جنبهم والصبح ايه. ده انت رايح ببياته بكل حاجتي بكل معايا. حاجه، والبطانيه بتاعتك بكل حاجه. كل حاجه. ده انت رايح تنام بقى مش رايح تلف. بحس ان انا لو وقفت في مكان اتعطلت الاقي يعني مكان ابات فيه يعني. المهم تنيت ماشي في الطريق، الدنيا ظلمت عليا جدا بصراحه، وصلت كان في نقطه اسعاف في الكيلو 170. دخلت عند الناس دي، كنت عامل حسابي ان انا هخيم جنبيهم يعني. ماشي. هم رفضوا بصراحه ان انا اخيم جنبيهم، واصروا ان انا ابيت عندهم. يعني ابيت عندهم. وعملوا لي عشاء وشاي وفاكهه، يعني عايز اقول لك لحد مثلا من يومين كان لسه متصلين يطمنوا عليا. عادي علي ان انت تقول لهم ان انا عادي، واحد طلعت في دماغي فكره بموتوسيكل انا مسميه فيروز، اطلع الف عشان اثبت للعالم كله ان مصر امان. عادي جدا. ناس كتير متقبله الفكره دي. يعني مفيش بقى حد يقول لك ده شكله هيعمل فينا حاجه، هيحط لنا حاجه ويمشي. لا 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 الناس طيبه قوي يعني، عايز اقول لك الناس طيبه بجد يعني، واللي هو يعني عايز اقدم لك اي حاجه يقدر عليها. تمام. يعني حتى بتقول اسف حطوني قصب وانا ماشي، اتسليت بيه في السكه لما وقفت. اتصلوا بيا لحد دلوقتي يطمنوا عليا، ناس كتير عديت عليهم في الطريق يعني، كنت يعني اعطينا تليفونات بعضينا وكده، يتصلوا بيسالوا عليا لحد دلوقتي. كويس والله. الناس يعني في حاجه، في بجد حاجات كتيره جدا في البلد الناس مش واخده بالها منها يعني. في اماكن سياحيه الناس ما تعرفش عنها حاجه، في معالم وفي حاجات ما حدش بيسمع عنها. فبعد المرحله بتاعت بكره دي ان شاء الله هبدا حاجه جديده اسمها استكشاف مصر على موتوسيكل. الهدف من الفكره دي بقى ان اي اعمل يعني اروح مثلا الواحات البحريه، اقعد مثلا شويه في الواحات البحريه، اعمل توثيق كامل حديث بالتكنولوجيا الحديثه للواحات البحريه، بجي بي اس، بصور، بخرايط، هنا في مطعم، هنا في بنزينه، هنا في ورشه، هنا مش عارف ايه. الكلام ده هيبقى موجود على الويب سايت وموجود على موبايل ابلكيشن. طب يعني انت هتنزل، يعني انت الفتره اللي جايه هتعمل زي ابلكيشن ان انت دلوقتي لما اجي افتحه مثلا يقول لي انا فين، انا ايه قريب مثلا مني، لو انا راكب موتوسيكل فممكن اروح للمكان الفلاني مثلا اصلح الموتوسيكل بتاعي فيه. بالظبط. الموضوع بقى هيخدم اللي راكب موتوسيكل واللي راكب عربيه واللي مسافر بمواصلات. لانه هيخدم هيوفر كل الخدمات اللي انت كبني ادم ممكن تحتاجها. انت كل ده لوحدك؟ هو انا لوحدي. مفيش اي دعم من اي جهه؟ والله هو احنا بدأنا دعم مع الاتحاد المصري للسيارات والدراجات النارية، ان شاء الله بدأ يدعمنا من بداية من الرحلة بتاعت بكرة بأمر الله. بس برضه اللي هو بيبتدي يدعم المهندس علي عبده، مش بيدعم جميع الناس اللي بتطلع معاك، انت بيدعمك عشان انت المسؤول عن صاحب الفكرة. انت صاحب الفكرة، الحقوق الملكية الفكرية دي بتاعتك انت. تمام. كمل. بس انا يعني من الحاجات برضه اللي انا نفسي يعني الناس تعملها او الشباب بالذات ان هم يبداوا يسافروا بالموتوسيكلات. بعد الرحلة ديت برضه كان في نتائج كويسة، بدأ يجي لنا بعض الفرق القليله من بره من دول عربيه، بدا ان في شباب يسافروا بسكوتر مسافات بعيده، سيوه، شرم الشيخ، مرسى مطروح، وده بالنسبه لهم يعني حاجه انجاز. يعني تخيل ان انت تسافر بفسبه مثلا شرم الشيخ. تمام. فاهمني؟ فيعني كانت حاجه كويسه يعني، بدا يظهر نتائج بصراحه تفرح يعني. كويس. فانا نفسي الموضوع ينتشر. ثقافه سياحه الموتوسيكلات موجوده في كل دول العالم وبتجيب دخل قوي جدا للدوله يعني. انت التصنيف بتاع الدراجات الناريه بيشمل معاه جميع انواع الموتوسيكل اللي هو أي مثلا حاجة زي الريس بموتور. والهارلي وكل ده، الريس والكاستم والتورنج والادفنشر تورنج والحاجات دي كلها. كل ده اسمه موتوسيكل. تمام. ايا كانت وسيله استخدامه، فهو في الاخر موتور بايك يعني. بس تطلعوا، انا بشوف في ناس مثلا بتطلع تعمل ايه يعني الموتوسيكل بتاعك، انا بشوف في ناس بتطلع ترفع بيه هورس، بتطلع تعمل فيه زي شو كده حلو قوي. الستانت. يعني كان لسه حتى في اسكندريه عندنا كان في وورلد تشامبيون، يعني كان عامل عرض في اسكندريه. بس المفروض ان الحاجات دي بتتمارس في مكان مغلق برولز معينه بسيفتي معين. كويس. مش يعني مش المفروض انك تعمل الكلام ده في الشارع في وسط العربيات. ده بيعرض حياتك وبيعرض الناس كمان اللي حواليك للخطر. بيدي فكره سيئه عن البايكرز. مجتمع البايكرز مجتمع كويس جدا، كلهم ناس محترمه وناس مثقفه وناس في مراكز كويسه. بس للاسف الناس متعوده ان هي تشوف الوحش بس، يعني تشوف اللي هو بيعمل دوشه بالموتوسيكل وتشوف اللي بيرفع. بس غير كده في وسط ممتاز جدا يعني ورا الكلام ده. انا بشكرك جدا انك كنت معايا النهارده علي، وان شاء الله تبقى معانا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. وزي ما شفنا علي، يا ريت كل الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي، عندك حلم وعندك فكره في دماغك، اطلع واعملها. ما تخليش ان انت تقعد وما تلاقيش نفسك ما بتعملش حاجه، لا اعمل زي علي، خد الموتوسيكل بتاعه وراح ولف عشان يثبت للعالم كله ان مصر امان.
بعد الفاصل هيكون معانا النجم عمرو عبد العزيز في اولى مفاجآته هيقولها معانا بعد الفاصل.